السلام عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. وزي ما احنا متعودين في السيريز، نفس البدايه اللي بنقولها، زي ما حضراتكم متعودين ان احنا في كل سيشن بنحاول يبقى معانا جاست سبيكر. الجاست سبيكر بيكون بينقل لنا اكسبيرينسز وتجارب حياتيه مختلفه على تطبيقات اداره المشروعات في الاريا بتاعته او في المنطقه بتاعته. فعشان الكورس بتاع البروجكت مانجمنت مش بس للناس اللي لابسين خوذ زي ما شفنا في الاول مع باشمهندس محمد عبد المقصود، وعشان تطبيقات البروجكت مانجمنت بتتعمل على مشاريع صغيره ومشاريع كبيره ومشاريع في دول مختلفه زي ما شفنا مع مستر محمد حطب، هنشوف بعد مختلف لاداره المشروعات في عالم تاني، عالم كرييتيف اللي هو عالم الديجيتال والميديا. تمام. فالنهارده بنستضيف السيد الاستاذ مستر محمد نعيم، فاوندر اند سي او اوف شارك اند شريمب ماركتنج ايجنسي، واحده من الشركات بتاعه التسويق الالكتروني الكبيره في مصر، وكمان هو كو فاوندر لمكدوس، واحده من البراندز بتاعه الاكل السوري اللي موجوده في مصر. النهارده هنتكلم مع بعض وهنتناقش في الجزء الخاص بالكرييتيف اندستري لما نروح نبص عليه بقى قصاد اداره المشروعات. فهل البروجكت مانجمنت ريجيد فما بتعرفش تخش جوه الكرييتيف اندستري او الصناعه بتاعت الابداع والميديا والماركتنج، ولا في روم ومساحه ان نعرف نطبق ده هناك؟ فده اللي هنعرفه. اهلا بيك يا سيد. اهلا بيك يا باشمهندس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله جميل. كله الحمد لله. ممكن كده بريف في دقيقه ودقيقتين تقول لنا من انت وماذا تفعل؟ محمد نعيم، 40 سنه، الفاوندر بتاع شارك اند شريمب ماركتنج ايجنسي، ستارت 2017، وكو فاوندر لمكدوس بقاله 4 سنين تقريبا. وبس كده، بيقولوا عليها كرييتيف وشاطر في شغلي الحمد لله. الحمد لله. طيب، as basics، شايف في اي علاقه ما بين اداره المشروعات وما بين صناعه الابداع والكرياتيفيتي والماركتنج والكلام اللذيذ ده؟ بص، هي من بره تبان ابداع، لكن هي في النهايه برودكت. اوكي. يعني احنا اداره المشروعات، يعني انا ما خدتش البي ام بي من بي ام اي، بس خدت كورس البي ام بي. حلو. اوكي، ليه؟ لان هو في النهايه دي تاسك، وفي ناس فيها، وفي ستيك هولدرز، وفيها كل حاجه. يعني هي من بره تبان ايه ده كرييتيف، لكن من جوه بقى وين كامز للاكتشوال للمصنع نفسه بقى، لا، هي في النهايه ريكوست بيجي بيتقسم على ناس معينه. الناس المعينه دي بتبدا تعمل المهام بتاعتها بديدلاين معين، عشان في النهايه تطلع حاجه ماستر سين الناس تقول الله دي حلوه قوي. فلا، هو الاثنين لازم يميكس اند ماتش مع بعض. اوكي. طب ما تاخدنا كده في رحله كيف بدأ الخلق؟ يعني ازاي المطبخ بيشتغل في العالم بتاع الكرياتيف؟ الفلو، بدايه المشروع عامله ازاي؟ احنا عندنا لحد نهايته احنا عندنا مراحل مختلفه في علم اداره المشروعات. واحده من الفريم وركس بيسموها الووتر فول او نظريه الشلال، ان انا عندي مراحل سيكونش، حاجه ثم حاجه ثم حاجه. تبدا من حاجه اسمها انيشيشن، البدايه، بعد كده بنخطط، بعد كده بننفذ وبنراقب، وبعد كده بنسلم ونغلق. قول لي بقى على المشهد ده من ناحيتك. طيب، لو هناخد المشهد ده في اكتشوال بزنس بنعمله، مثلا خلينا نقول طلبات. اوكي، طلبات وانا في اور كلاينتس بقى لنا 6 سنين مع بعض دلوقتي الحمد لله. الطلبات بيحط الريكوست بتاعه. بعد ما بيحط الريكوست بتاعه بيبدا التيم ليدر المسؤول عن تيم طلبات بياخد ريكوست، بيشوف الارياس بتاعتي. انا في عندي تيمز بتغطي ارياس معينه، مش كل واحد بيروح كل حته، فيبدا يوزع التاسكات اللي طالبها او الريكوست بتاع طلبات. طبعا مش عدينا مرحله البريف. لو هو نيو كلاينت بيكون فيه الاول جود بريف، افهم حضرتك محتاج تعمل ايه. بناء على البريف ده نبدا نشتغل. طلبات عدينا مرحله البريف، اللي هو انت لما يكون معاك خلاص احنا بقينا اهل. فاحنا النهارده بناخد الريكوست بنقسمه ريجنز او مناطق، اكتوبر، زايد، مصر الجديده، مدينه نصر، وكل تيم بيخلص الريكوست بتاعته. احنا الافريج هاندلنج تايم لريكوست طلبات 24 ساعه. اوكي. يعني طب ممكن تقول لي ريكوست زي ايه عشان بس ابقى انا مثلا عندنا مطعم، احنا المفروض كل الصور اللي على طلبات دي كلها بتاعتنا، اللي هي في في الابلكيشن. طلبات مارت وطلبات فود عادي جدا. اوكي. فانت النهارده بيجي لك ريكوست، مثلا هتروح تصور اكس من المطاعم، كبير صغير مش فارقه معاهم، هو طالما فيندر عنده فلازم نصور له. اوكي. فالريكوست بتحط من التيم مثلا في دبي او في المانيا، بيجي لنا، بناخد التيم ليدر عندنا بتاخد الريكوست ده، بتبدا توزعه على حسب المنطقه اللي التيم بتاعنا فيها. في عندنا ناس، كل فريق، كل تيم بيغطي منطقه معينه. النهارده اكس من المطاعم ده موجود في مدينه نصر، الريكوست بينزل، بيروح بيصور، بيخلص،
وحته التصوير دي بقى ممكن يحصل فيها توكس تانية كتير قوي، لان الشباب عندنا ما شاء الله في ناس بتقول لك انا عايز اصور بس مش عايز اطلع اكل. ده بيحصل. فانت كمان الشباب بقت بتلاقي سوليوشنز. طب بص هات لي بيتزايه واحده ومالكش دعوه. اوكي. فهم يبداوا ببيتزايه واحده يعملوا كل اللي انت شايفه على الابلكيشن ده. حلو. فبتصوروا، بنصور، بعد ما بنصور بنرجع تاني بنحط الماتيريال على الدرايف بتاع طلبات في خلال 24 ساعه. اوكي. وهو بيقول لك تمام او مش تمام ازاي؟ لا احنا معانا مود بورد ماشيين عليها بقالنا 6 سنين. في مود بورد دي في البدايه بعد الاتفاق بالظبط. فبقت اوكي. صعبه قوي يقول لك مش تمام، لان انت اوريدي مود بورد اتفقت عليها واجريد من داي 1. اوكي. وانت عمال ماشي عليها، هو ما غيرهاش. اوكي. يعني هي في البراند مانوال بتاعه فما بتتغيرش. طيب عشان نترجم المصطلحات، تمام. المود بورد دي بالنسبه لنا شبه البروجكت تشارتر، شكل المخرج نفسه عامل ازاي. فانا النهارده اتفاق ان حاجاتنا تطلع شكل كده، البيتزا مش عارف شكلها ايه، الالوان مش عارف عامله ازاي، شكل الزوم ان على مش عارف ايه، فوكس ولا مش فوكس، الحدوته دي كلها. احنا حتى عندنا زاويتين بس. اوكي حلو جدا. يعني احنا عندنا زاويتين بس بنصور بيهم 90 وصفر. اوكي. ما عندناش اكتر من كده يعني وده في الاتفاق اللي موجود في الاول. ده في الاجريمنت بتاعت المود بورد بتاعتي. حلو جدا. عشان كده نرجع تاني للتشارتر، لازم يبقى موجود ومتفق عليه وممضي وكل الكلام ده كله عشان ما يحصلش حدوته الخلاف. وكل اللي جاي بيزد على الحدوته دي. انت بتقولي كمان من 6 سنين، يعني اوريدي انتم مكملين على ده. احنا لسه الحمد لله ريسنتلي من 3 ايام السنه السادسه، الكونتراكت بتاع السنه السادسه اتوقع. ما شاء الله. خلينا ناخد بقى من كلامك حته ال6 سنين دي، حاجه مهمه قوي. النهارده كنا بنتناقش في الكورس في حاجه ليها علاقه بستيك هولدر اناليسيس وستيك هولدر مانجمنت. ستيك هولدر اناليسيس بنحلل اصحاب المصلحه الموجودين اللي بنحكي بيهم في المشروع، سواء بقى كان كاستمر، حد تيم ممبر، سبلاير، ديستريبيوتور، اي حد. بنحللهم بناء على مصفوفه فيها حاجتين: انترست، اهتمام صاحب المصلحه دي ان المشروع ده يتم، وانفلونس، شده تاثيره في هذا المشروع او في هذا المكان او في آلية اتخاذ القرار. فمن وجهه نظرك تصنف طلبات فين ككلاينت على هذه المصفوفه؟ ففي كل واحده فيهم يا لو يا هاي، يعني لو انفلونس، هاي انفلونس، لو انترست، هاي انترست، فتصنفهم فين؟ وعشان ده هيودينا السؤال وراه على الكيس دي يعني، او خد اي كلاينت تاني لو عايز، مش مشكله. بالنسبه لي طلبات لا، هاي انفلونس وهاي يعني اتس ميجا اكونت، اتس في اي بي اكونت يعني. ماشي. بالنسبه لي شغل طلبات هو في العادي كل شغلنا صعب قوي يطلع فيه ديفوهات، بنبقى متضايقين لو طلع فيه مشكله. ماشي. لكن طلبات ما ينفعش، مش متاح. ماشي. عشان بس ابقى فاهم سؤالي صح. هاي انفلونس، هاي انترست مثلا. هاي انفلونس ده معناه ايه؟ ان في وسط المشروع بقول لك ايه، احنا محتاجين نغير كذا، ده كده هاي انفلونس، عكس الاتفاق بس ممكن نغير حاجه. هاي انترست انا عايز الموضوع يتم بالشكل المعين. اوكي لا هم مش كده، يبقى مش هاي انفلونس تو بي اونست، لان طلبات من ساعه ما اتفقنا من داي 1 احنا ما غيرناش اي حاجه. ايفن حتى الايكويبمنت اللي اجريد عليها هي اللي بنستعملها كويس من 5 6 سنين. حلو. والمود بورد هي من 5 6 سنين. حلو جدا. اوكي. لكن هاي انترست ان هو يطلب اكستراز ساعات لو الفندر اللي عنده برضه في اي بي. يعني لما حصل وزاكس طلب ان انا مش عايز اعمل كذا، عايز اعمل كذا، ابعت لنا ايميل يا جماعه معلش هنصور بالطريقه دي لانه عايز يبين كذا. اوكي حلو جدا. فكانك بتقول لي ان هو لو انفلونس بس هاي انترست. في الكيس بتاعتنا ان دايما لو انفلونس هاي انترست ده احسن ستيك هولدر معايا. ليه؟ ده حقيقي. طول الوقت هو مهتم ان الحاجه تتم، ولكن مش كل شويه يقول لي غير، اعمل صلح، لا نلغي الاتفاق ده، لا الحته دي مش عايز نعملها. فده من احسن نوعيات الستيك هولدرز اللي ممكن حد يتعامل معاه. عشان كده بيبقى في لونج تيرم ريليشن. وعندي النقيب بتاعه. اوكي يعني مش لازم تقول اسمه بقى. عندي النقيب بتاعه، دي شركه اماراتيه كبيره جدا في مجال الايفنتس. احنا اسبوعيا عندنا اديتس. اوكي. بص بقول لك ايه، انا شفت ده ينفع نحط الحرف ده زياده، ينفع نزود، طب حط لي دي كذا. حاضر يعني. هو احنا هنعمل بس تو ميني اديتس يعني. اوكي طيب بس. ما هنا بقى نروح للسؤال. انت اكيد مصنف العملاء بتوعك طبعا. مش بالضروره يبقى مصنفهم على نفس المصفوفه بتاعت الستيك هولدر، ولكن مصنفهم في عميل متعب وعميل مريح وهكذا. ادارتك بقى للعملاء دي، انت عشان في عالم الديجيتال ماركتنج عامه يعني والايجنسيز، انا دايما بسمع المقوله بتاعت ان اللايف تايم بتاعت الافريج لايف تايم بتاعت الكلاينت عند الايجنسي من 3 ل 6 شهور، وان العملاء بيبدلوا الايجنسي زي اكتر، يعني اكتر ما بيبدلوا شرابات للاسف.
فانت بتحكي لي على ريتنشن 6 سنين، ده رقم انا ما سمعتوش في الماركت يعني. تمام. الحمد لله. فواضح ان دي ما شاء الله سكسس ستوري طويله. الحمد لله. فاداره الستيك هولدرز، ازاي حضرتك بتدير انت او فريقك او ايا كان مين الشخص اللي بيتعامل مع الاكونت ده، ازاي بتدير هذه العلاقه عشان تضمن الريتنشن؟ فيرست اوف اول هاي كواليتي. ماشي. ودايما بنكون واضحين مع الكلاينت، انت مش هتاخد الهاي كواليتي من داي 1. اوكي. هي بروسس، كان احنا لسه داخلين في ريليشن شيب جديده، بنعرف بعض. لا ده كويس، ده مش كويس، انا مش بحب اللون ده، انا مش بحب كذا، انا مش عايز الفونت ده، انا مش عايز كذا، كل الكلام ده كله. بعد ما بنجتاز الفتره دي بنجاح، وانا وحضرتك على سبيل المثال يو ار كلاينت، بنبقى متفقين ايوه ثبت على ده بقى، ده حلو قوي بالنسبه لي، بروسيد على ده. بتبقى الدنيا بالنسبه لي خلاص. بلس ان احنا بنقدم، مش هقول كومبيتيتيف برايس، بس برايس قصاد فاليو هو حلو قوي. لو انا خدت الفاليو ده وشفت حد تاني، هيبقى البرايس مثلا مضروب في 2. بس خليني اسالك سؤال، هل السعر والكواليتي يخلوني اكمل معاك؟ يعني مثلا لو انا، يعني خلينا نتكلم الماركت النهارده الكومبيتيشن زادت، تمام، ده حقيقي. فاللي بيقدموا كواليتي كتير واللي بيقدموا برايسز كومبيتيتيف كتير، فايه اللي يحافظ على، ايه اللي يخلي العلاقه تستمر؟ لا هي منظومه على بعضها. واحد، انا شفت كلاينتس جولي مع ان الناس اللي شغاله معاه كويسه قوي، لمجرد ان الاكونت مانجر بتاعه ما بيردش عليه. اوكي. بيبعت له يرد عليه تاني يوم. ده مثلا حاجه بالنسبه لنا احنا كاستمر سيرفيس، الرول رقم 1. العميل يبعت تمام، لو انت مش فاضي عرفني انا هرد مكانك. اوكي. الحاجه الثانيه، الافريج هاندلنج تايم بتاع الريكوست بتاعنا الحمد لله سريع بالمقارنه بغيرنا. اوكي. يعني انا عايز اصور بكره، احنا معانا يا شباب، لو انا قلت هصور بكره هنصور بكره. اوكي. فمعالجه الطلب نفسه عندك بتاخد وقت اقل، فبالتالي بتطلع البرودكت اسرع، بتطلع المنتج بتاعك اسرع، فبتقدر تخدم الكلاينت بتاعك في شكل بمده قياسيه بسعر كويس. مش بتستغل ان هو والله مزنوق فانا هزنقه كمان في البرايسنج فهيدفع لي اللي انا عايزه، وفي نفس الوقت لوكو سوري هاي كواليتي. اوكي. فكانك بتقول لي كاستمر هاندلنج عامه، كاستمر هاندلنج ده مديك ادج. طبعا. اوكي. ف حاجه من الحاجات كنا بنتكلم فيها من شويه على سيره الفيديو حتى اللي كان شغال، كنا جايبين اكزامبل لكاستمر هاندلنج مش لذيذ، وكنا بنحكي على حدوته الستيك هولدر هاندلنج عامه والمانجمنت بتاعت العلاقه، خصوصا ان الكاستمر باي ديزاين بيجي لك لو انت السيرفيس بروفايدر او انت بروجكت مانجر بقى بالترمز بتاعتنا، جاي لك بتنشن بارير. يعني انا جاي قلقان، حاسس ان في هنا هتدوني اي حاجه وهتقلبوني، الحدوته دي شكلها من بره حلو ومن جوه كرتون، فاهم؟ دايما الكاستمرز بتيجي خصوصا مع لو انا بتكلم في عالم الايجنسيز، في ايجنسي على اول كل شارع، وفي عالم البنوك في عندي بنكين في كل شارع، وفي عالم اللي مش عارف ايه في ناس كتير. فكل ما ده بيزيد كل ما السمعه بتتضرب، لان الوحش بيبقى اكتر. فانا ككاستمر باجي لك وعندي تنشن بارير ان انتوا هتشتغلوني او ان انتوا مش هتدوني احسن حاجه. فكنا بنحكي على بعض الفريم وركس اللي بتستخدم في هندله الكاستمرز المتنشنين، وان التنشنه دي 3 مستويات. في ليفل كونسيرن، انت تمام ولكن، وفي مستوى الاوبجكشن الاعتراض ان لا انا عندي مشكله فاندامنتال، وفي ليفل الكومبلين الشكوى. تمام، اللي هو لا ده انتوا. في الثلاثه كيسز خد اي واحده منهم زي ما انت عايز. لما بتتعامل مع كاستمر من هذا القبيل، ايه الطرق او ايه التكنيكس من الكاستمر هاندلنج عندكم اكيد بتعملوا ايه علشان تميك شور ان الكاستمر ده خارج ببوزيتيف اكسبيرينس؟ في الحته اللي جاي فيها الكلاينت بيقول انا قلقان، طيب بص انا هديك تتفرج، اوكي، اللي ممكن يطلع لك. اوكي. عجبك؟ عجبني، خلاص يلا نشتغل. دي اللي بيسموها عندنا البرزنتيشن والماركتنج ستراكشر، احنا نمشي مع بعض ازاي. الكلام ده حلو، حلو، دي الكواليتي اللي انت هتاخدها. اجريد، اجريد، اوكي، عشان ما يبقاش عندك هاي اكسبكتيشنز لحاجه، لا انت شفت بعينيك ده سورت اوف كواليتي اللي ممكن يطلع. كانك بتقول سيتنج اكسبكتيشنز. واحد، ماشي، تعملوا ايه تاني؟ بدي لك الحاجه بتوقع عليها، خلاص بنشتغل. ليفل الميد ده انا بسميه بالبلدي كده الراحه النفسيه. يس.
العميل لو مش مرتاح لي نفسيا بجد بيبقى صعب جدا. هو كل حاجه عنده فيها مشكله. متفق. يعني لا، بقول له حضرتك لازم تكون مرتاح نفسيا، عشان انت لو مش مرتاح نفسيا هتضايقنا في شغلنا. اوكي. فبالتالي انا يعني بهدوء كده وبكل بساطه، الكلاينت لو مش مرتاح لي نفسيا ولا انا مرتاح له نفسيا، لان انا لو عندي سسبيشس ناحيه الكلاينت هبقى قلقان على فلوسي، ونمشي بقى قوم اطمن على فلوسك. ده حقيقي، وعشان كده التنشن بارير بيبقى رايح جاي. فبالتالي انا لو مش مرتاح نفسيا او هو مش مرتاح نفسيا، احنا ما بنعرفش نشتغل مع بعض، واحنا وي ترمينيت الديلز حلو. بسبب عدم الراحه النفسيه او الكلام ده كله. تعملها ازاي بقى تاني حاجه حدوته الراحه النفسيه دي؟ لا دي من عند ربنا بقى، يعني دي بتبقى انت مرتاح لي وانا مرتاح لك، يلا نشتغل. اوكي. لكن انا اشتغلت مع ناس كانوا للاسف بيسيئوا للتيم، كانوا مش مريحين نفسيا، كان بيديك البيمنت ويقعد يقطمك على حاجات انت مالكش دعوه بيها. انا هدفع لك مع ان المضرب اتمطر، طب انا مالي؟ انا ذنبي ايه حضرتك؟ اوكي. فاهم؟ اوكي. والحته الاخيره بقى بتاعت الكومبلين. الكومبلين دي يحضرنا موقف انا اتفاجئت بيه بصراحه اول ما جيت، ان أوكي. في حد من الحاضرين اوكي كانت المفروض موجوده هنا من 5-6 سنين هتحضر توك لمحمد نعيم في جريك كامبس. في جريك كامبس، كان أوكي. ايفنت ماركتنج ليك، وكان المفروض جايبيني ايفنت سبيكر. ماشي. لسبب ما او اخر بدون الدخول في تفاصيل كتير، انا اتبلغت بحاجه ان والله الاوقات اترحلت وانت المفروض تستنى او ما تستنى. فقلت لهم انا ما عنديش وقت، انا هنا من 10 الصبح والساعه بقت 3، فانا ما لازم امشي. تمام. وبلغوا ان الاتنديز ان والله العدد قليل اللي دخل، المفروض اكسبكتد اكس مثلا 100 او 50 او كده، وانتوا لسه، وهو رافض يخش. اوكي. واليوم خلص. انا طبعا ما اعرفش البارت التاني ده. واليوم خلص على كده وروحت بيت، اتفاجئ في بوست رايح فايرال بتهزق بيه حرفيا حرفيا، وده راجل غير مسؤول ومش عارف ايه، وانت عارف الناس بتحب تزيد فكله دخل. ازاي مش مسؤول كده يا نعيم؟ والله زي ما بقول لك انا صدمت. فيمكن هي لما نيجي لحته الاسئله تطلع بقى وتقول انا عملت ايه، بس طبعا عدى حته ان انا اتكلم برايفت كفيرست ستيب. لا لازم المنظمين يتدخلوا. طلع بره. لان البوست راح فايرال. اوكي. وناس ما تعرفنيش اصلا داخله بقى ده راجل كذا ايه ده. فعدينا او وي هاف تو سكيب حته ان انت تخش تكلمها برايفت. انا دخلت كلمتها برايفت بعد كده اوكي، واي انفايتد هير انها تيجي الايجنسي، وايا كانت هي عايزه تسمعه انا هقوله لها برايفت. كويس. تمام. في الشركه عندي. لكن اللي حصل ده بعد ما المنظمين نفسهم اتدخلوا ووضحوا لها وكتبوا في البوست ان كل اللي بيتقال ده مش صحيح، وان الراجل كان مستني من 10-3 واتبلغ ان محدش جه، وان في ناس رحلت الوقت فهو كان لازم يستنى اكتر من كده، فهو مواعيده ما كانتش نافعه. فدي كيس حصلت. اوكي. واتلمت عن طريق ان المنظمين هم اللي دخلوا واتكلموا في القصه دي كانت كارثه في التنظيم، وكارثه في الرونج انفورميشن، وكارثه في كل حاجه. يعني ده براكتس لبروجكت مانجمنت. هم يعني اساءوا لكل الستيك هولدرز بقى اللي جايين، السبيكر والاتنديز وكل الكلام ده. بس ماركتنج برضه ماركتنج، بس النيجاتيف ماركتنج، ونيجاتيف ماركتنج از نوت ماركتنج، عشان في ناس بتقول لك نيجاتيف ماركتنج از ماركتنج. طب ما تقول لي رايك في الحته دي عشان. لا طبعا نيجاتيف ماركتنج از نوت ماركتنج. طب ما وضحها. انا الامبريشن دايما اللي بيجي لي ان نيجاتيف ماركتنج از ماركتنج از اف الناس بتعرف، وبعد كده بتعرف حاجه بغض النظر صح ولا غلط. فالشخص، خلينا ناخد ان بنتكلم على بيرسونال براند، يعني ان الشخص اللي طلع على المسرح ده طلع على المسرح، فبقى في ناس كتير بتتابعه بغض النظر بيحبوه او بيكرهوه، فلما يقول حاجه هتتسمع بغض النظر برضه الناس بتحبه او بتكرهه. فعلى السيره بما جينا اتكلمنا، ما رايك في ذلك؟ لا طبعا هو كلامه مش هيكون موثوق فيه. يعني انا لو اتشهرت على اني راجل غير مسؤول، ولو اتشهرت على اني راجل مش بحترم الناس، في امثله كده وبتتسمع برضه. مؤخرا حد في الاكل كل ما يروح محل الناس بتشتم فيه، طب هل ده ماركتنج؟ اوكي. لدرجه ان بقت في محلات بتجيبه عشان يشتم الاكل بتاعها متعمده، ويطلع صاحب المحل يقول منك لا يا باشا، ما انت اللي دافع له فلوس. باينه باينه قوي، ما انت سامع هو بيقول ايه. اوكي. فالناس نفسها ما بقتش بالسذاجه دي. اوكي. دخلوا وشتموا صاحب المحل وشتموا المحل، وخسر اكتر. ما اون سوشيال ميديا الحاجه مش لازم تبان بنفس الامباكت على الارض. ماشي. يعني انت ممكن تعمل الضجه ضخمه قوي على السوشيال ميديا، بس اكشولي على الارض لا، هو مش مأثره معاك. وده بيحصل من خلال النيجاتيف ماركتنج. بتلاقي البوست او الفيديو دخل في 3 مليون
5 مليون 13 مليون، لكن اكشولي احنا قاعدين انا وانت ما فيش حد بيخش، اوكي يعني ما فيش حد بيعبرنا. ماشي. انا لو اتعرفت بنيجاتيف ماركتنج مش هقعد قدامك النهارده، انا وانت ما كناش هنكون مثلا على معرفه، اكيد مش هتعرف حد الناس بتقول عليه غير مسؤول. افتكر مره رمضان اللي فات، تمام، كنت في الحرم ونزلت فيديو معين، حرم المدني، وتوينت فايرال ومش عارف جبت 4 مليون وشويه مشاهده، 80% منهم بيشتموا فيا. تمام، انت راجل زنديق ومش عارف ايه وحاجات من هذا ما سمعوش من الفيديو هذا أصلاً. القبيل. ما كانوش شافوا الفيديو، ما شافوش. بس الحته بقى، عشان كده انا بقول لك الحته الثانيه، ان كل اللي شافوا الفيديو ونشر في حتت مختلفه، انا بقيت بعد الفيديو ده بمشي في الشارع، الناس كانت بتوقفني، ايه ده، انا ما كنتش عارف الموضوع ده، ربنا يجزيك خير، مش عارف ايه، حاجه من هذا القبيل. فاظن سوشيال ميديا وايز، ما اعرفش يعني، ده ماي برسبكتيف يعني، ان نيجاتيف ماركتنج احيانا بيدي فرصه للناس هنا ده المستهدفين مش يشوفوا نيجاتيف، الحاجه. هنا ده مش نيجاتيف، هنا الناس ما اتفرجتش اصلا. لكن ده مش نيجاتيف، الناس اساءت اليك بدون العلم بالشيء. لكن لو حضرتك طلعت فعلا اكدت في الكلام ده في محتواك، فالنيجاتيف هنا فاليد. اوكي، انت اصلا طلعت عملت محتوى خاطئ، فبالتالي الناس اساءت لحضرتك، لكن انا لما سمعت اكتشفت ان عندهم حق، ده خاطئ. لكن لما انا اسمع ان والله المحتوى ده صحيح، ولكن شافوه والله، بس يعني اللي هي فرق برسبكتيفز يعني. في بقى بلوك مايند، واحنا هنا في مصر يعني بصراحه ما نتوصاش في، يعني لقينا حد شتم ما احنا بنخش نوجه. طيب هاخد من الحدوته بتاعت الايفنت ان حصلت مشكله، ده حقيقي. وبرضو احنا بنتكلم في بروجكت مانجمنت دايما على 3 مستويات من الايشوز اللي بتخرجني بره البلان. انا البلان بتاعتي هي الستيدي ستيت، الحاله المثاليه او الحاله المستقره اللي انا ببقى شغال ناحيتها في المشروع. فلو نفذت بالظبط زي البلان فكل حاجه هتمشي تمام وحقق المستهدف. لو حاجه فرطت فهيبقى عندي هنا تشالنج. التشالنج ده بنقول انه 3 ليفلز. الليفل الاولاني لو في احتماليه التشالنج فده بنسميه ريسك، خطوره محتمله. لو الموضوع ده اتحقق، حصل خلاص، فبنسميه بروبلم، مشكله. لو المشكله دي كبرت، خرجت بره الاطار اللي نقدر نكونتينت وبتاع، بنسميها كرايسيس. فانت اديت لي مثال على حاجه خرجت بره المألوف، عايزك لو ينفع تشارك معانا كيس تانية كان فيها بقى كرايسيس حقيقيه، ومش اللي اتصرف فيها الاورجنايزرز، كانت في كيس معينه ليها علاقه بشغلك انت شخصيا او مع عميل. وهاو ديد يو هاندل، لان اليوم النهارده يمكن كله بيدور حوالين الفلك بتاع هاندلنج كرايسيس مود، هاندلنج انجري كاستمرز، هاندلنج الكلام ده كله. فاظن يعني عايزك تفكر معايا كده، تسترجع مثال او 2 او مثال واحد في الحدوته بتاعت هاندلنج كرايسيس حقيقيه، مش ازاي وخرجت منه بايه. طيب مش هقدر اقول دخلنا في مرحله الكرايسيس، لان لو دخلت لمرحله الكرايسيس دي فانا قاعد نايم في بيتنا، ويعني مش بتابع كل حاجه. انا عارف ان ده بروجكت مانجمنت مش صحيح ان انت تتابع كل حاجه بنفسك، بس الايجنسيز انا جربت يكون في عندي بيج ايجنسي 120 بلس هيد كاونت، وجربت يكون عندي ميديوم، مش ميديوم، هي ستيل بيج، بس خليت الناس تبقى مالتي تاسك، الهيد كاونت اصغر يعني، اقل. ماشي. وبقيت قادرها اداره نو اوفنس الورش، انا اللوسته، انا الميكانيكي الكبير، والشباب بتاعتي كلها شغاله. كان ليه جوانب ايجابيه طبعا، كان ليه جوانب ايجابيه وكان ليه جوانب سلبيه. فحت ان انا اوصل لكرايسيس وفي الحاله دي صعب قوي، لان احنا في 100 عين بتتفرج على الشغل. تمام، وعين بروفيشنال، ناس بقى لها 5-6 سنين شغاله معايا. اوكي. طيب حصل قبل كده ان احنا كان معانا مركز اسنان كبير جدا، والمفروض ان هو حاجز سينما، اعلانات سينما، واحنا المفروض بنعمل الاعلان اللي هينزل في السينما. اوكي، واتفقنا على كل حاجه، وقلت له بقول لك ايه، انا هدي لك ديسكاونت نظري ان احط اللوجو بتاعي معاك. اوكي، قال لي يلا بينا. ماشي، جامد. جينا قبل ما ننزل بالاعلان ونبعته للسينما غير رايه، قال لي لا بص انا هدفع الفرق ده وشيلوا اللوجو. اوكي، فهتدفع عادي، هيدفع الفلوس ومش هتاخد وهيدفع الايديت كمان، لان هو انا كده هعدل على النسخه الفاينل. جامد. انا خلصت صح. اوكي، قال لي هعمل ده. تمام عدلوا يا جماعه وشيلوا اللوجو، خلاص نو هارم فيلينجز وما فيش اي مشكله، وشيلوا اللوجو ويلا نبعته.
بعتنا النسخه الغلط، النسخه اللي فيها اللوجو بتاعك. اللوجو بتاعنا، اوف. والماركتنج مانجر عنده ما بصتش. فنزل. تمام، الله. ميرسي يا جماعه، ثانك يو سو ماتش، فورورد. اه. والراجل قاعد بقى مبسوط بقى، جايب عياله بقى وبابا وبتاع، وإذ يلاقي لوجو شارك اند شريمب نزل معاه. ولوجو شارك اند شريمب واخد صفحه، يعني احنا مش حاطينه كده يعني. فكانت كارثه، خصوصا ان الافلام دي بتتعالج في دبي. اوكي. لان الفورمات اللي بينزل في السينما مفيش استوديوهات في مصر بتعمله. اوكي. فكنا لازم نبعت تاني دبي. فالراجل كلمني، قلت له بص، احنا الاثنين، الاونر بقى كلمني، قلت له احنا الاثنين نتحمل الخطا. انا اتحمل خطا ان الناس عندي ما ركزتش، وحضرتك التيم بتاعك ما رجعش. ما هو انا بعت لك، بص على شغلك. فقال لي بص يعني ايه، طيب خلينا، هو كان متعاون كفايه ان هو طيب خلينا نحل المشكله دي دلوقتي لان في اعلان شغال. قلت له انا هتكفل بالايام اللي هيكون فيها النسخه فيها اللوجو بتاعي. ماشي. هشوف انا امثل قد ايه من نسبه الاعلانات، وهتكفل بالنسبه دي من قيمه العرض بعدد الافلام. كانت معادله معينه هو الحسابات عنده عملوها له. تمام، لحد ما النسخه الجديده تيجي. اوكي. وقد كان، يعني انت هتشيل جزء من الاعلانات اللي نزلت في السينما، هنزل هشيل جزء من الاعلانات، لكن اللي هيحصل في دبي انا مش هدفع فلوسه. فكانه كومبرومايز، يعني انت بالظبط، شلت حته هو شال حته، فقسمتوا على بعض. اوكي. تمام، حبايب، واشتغلنا تاني على فكره مع بعض. يعني اشتغلنا تاني مع بعض، لكن الموضوع دي كانت فعلا ازمه كبيره، اللي هو الحاجه خلاص في السينما تتعرض. اوكي. وكان فتره عيد والاستوديوهات في دبي قفلت. فانت كان العيد كله مصر شافت اللوجو بتاعي. فانتوا في الفتره دي انت حليت الكونفليكت او الكرايسيس اللي حاصله عن طريق توزيع الكونسيكونسز، حبه عليا حبه عليه، فعملتوا كومبرومايز معين. بالظبط. فده نوع من انواع الحاجات. طيب حلو جدا جدا. رجوعا للانترودكشن، حضرتك سي او فاوندر بتاع شركه وكو فاوندر في شركه تانية، فان اور تيرمز 2 بروجكتس، فهاندلنج مالتيبل بروجكتس عامل ازاي؟ خصوصا ان احنا كنا بنتكلم بقى في التايم لاينز، انه وارد كتير جدا بتحصل بقى حاجات اوفرلابنج وحاجات تزنق مع بعض. طب انا عندي كريتيكال تصوير مثلا، شوتنج في حاجه، وعندي على الصعيد الاخر ديليفري اوردر مهم جدا لايفنت مش عارف كبير. بتهندل ازاي مالتيبل بروجكتس نفس الوقت؟ كل بروجكت ليه الناس اللي بتديره معايا على حده. والدتي ربنا يديها الصحه معايا جد في مجدوس، التيم بتاعي معايا في شارك اند شريمب. امتى بيتعارض الاثنين مع بعض؟ لما يتحول بقى مجدوس يخلص كبرودكت، يعني هي اللي ماسكه حته الاوبريشن كلها. انت ايه دورك في مجدوس؟ انا دوري في مجدوس ماركتنج، والراجل اللي بشتري انا اللي بتفق مع التجار، لان احنا بنجيب الكميات. ما بنجيبش كيلو لحمه و2 كيلو لحمه، لا احنا بندخل مثلا 200 كيلو، بندخل طن بتنجان، بندخل 100 كيلو عين جمل، فدي كميات. فانا دوري ان انا اجيب الماتيريال، اوكي، ووالدتي تاخد بقى الحاجات دي كلها مع تيم اللي شغال في الاوبريشن تحوله الاكل. واللي بيحصل بقى الاثنين امتى هيتلاقوا؟ لما المفروض بقى ده يظهر على السوشيال ميديا. شارك اند شريمب ومجدوس بنتعامل بقى مع مجدوس كانه كلاينت. اوكي. يعني مجدوس ليه درايف وليه كونتنت كالندر وليه ديزاينز وليه كل حاجه بتنزل في مواعيدها كانه كلاينت. اوكي. مش كان ده بزنس معانا وسيستر كومباني. اوكي. فانت دلوقتي بتقول لي ان شارك اند شريمب ايجنسي بتشتغل مع مجدوس اللي هي شركه انت ليك فيها حصص او كو فاوندر فيها ككلاينت. اكزاكتلي. ليه ما عملتش العكس؟ يعني ليه ما جبتش مجدوس بتيمها حطيته جوه شارك اند شريمب؟ لا، ما هو تيم مجدوس كله اوبريشن ومشتريات، ملوش تيم ماركتنج. فتعاملت مع مجدوس على انه تيم ستارت اب مش قادر يفلفل السالاريز بتاعت ماركتنج تيم، فهو هيبقى كلاينت. اوكي. والموضوع ده مخلي الناس تاخد مجدوس على محمل الجد، اللي هو ما بيجوش خلاص يا ريس معلش وبتاع والبوست، لا خالص. بالعكس، الاكونت مانجر بتاعت مجدوس بتبعت انا ما عنديش حاجه، فين التصوير؟ يخشوا يتخانقوا مع المصورين، يا جماعه فين الريلز بتاعتنا، فين حاجتنا؟
فخناقه صحيه كده بتفرج عليها وانا مبسوط. فبتظبط الفلو نفسه. ده حقيقي. طب لو ما كنتش عملت كده وكنت خليت الاثنين في حاجه واحده، كان الوضع يبقى عامل ازاي؟ لا كانت باظت، كانت باظت. اصل لما كان مكدوس ده مكدوس ده بتاعنا يعني. اها. ما كانش في حاجه بتنزل. اوكي. خلاص احنا هنخلص شغل الناس ونشوف مكدوس عايز ايه. وطبيعه شغلنا احنا ما بنخلصش. مش دلع مننا قد ما احنا فعلا طول الوقت بنحاول دايما نعلي على نفسنا ونعلي الاكسبكتيشنز بتاعت الكلاينت. النهارده انت خدت حاجه حلوه، لا انا بعد كده هبعت لك حاجه احلى، هبعت لك حاجه ألذ، هبعت لك فكره كرييتيف. فاحنا طول الوقت في مرحله ان احنا الدينامو بتاع الافكار اللي المفروض يساعدك. حضرتك خلي بالك من شغلك، احنا الحته دي بتاعتنا احنا فايا كان بقى يعني. احنا مثلا مش ديجيتال بس، احنا ماركتنج وميديا برودكشن وديجيتال ماركتنج وكل الكلام ده كله. فبالتالي انا عندي حاجات كتير. يعني حضرتك مثلا نازل ايفنت، الو شارك احنا عايزين بوث، حاضر مساحتنا كام، تعالى ننزل نرفع المساحات، كل الكلام ده كله. لو الاثنين دخلوا في بعض مش هعمل حاجه، كارثه طبعا. بجد مش هيطلع له حاجه. وهو فضل عطلان فتره طويله بسبب الطريقه دي، اللي هو ما الاثنين واحد. حتى شارك ما كانش بينزل لها حاجه، احنا ايجنسي ومعروفين. طب يا جماعه نكون قدام الناس. اوكي. ليه بسالك؟ لان ريسنتلي في الماركت بقى في طبعا دايفرسيفيكيشن. بقى في ناس كتير ورجال اعمال كتير وناس بيشتغلوا في صناعات مختلفه، عنده مالتيبل بزنسز او بيساهم في اكتر من بزنس او عنده اكتر من حاجه زي شارك تانك. تمام. الناس اللي قاعده دي كلها اصلا موجودين في البروجرام ده. جزء منها طبعا دعم الستارت ابس ودعم وان احنا نبين ناس على الساحه وكلام زي كده. بس هو بيدايفرسيفاي، بيستثمر في بزنسز مختلفه علشان الفير الاولاني محدش عارف ايه اللي شغال وايه اللي هيقع بعد كده مع كل الدراسات ومع كل الحاجات. فبينوع مصادر الدخل الموجوده. فحد طرح عليا طرح قبل كده، قال لي انا هعمل ايه؟ انا هعمل شركه مبنى كبير، حد مش من الشاركس دول ولكن حد تاني يعني معاه داخل في بزنسز كتير. هعمل مبنى كبير قوي احط فيه كل الشركات، يبقى كل الشركات قدام عينيا ومانج كل التفاصيل ويبقوا قدامي عشان اقدر اكنترول everything والحاجات كلها تبقى مع بعض. فاللي انت بتقوله لي دلوقتي ان الموديل ده اصلا مش شغال، ما ينفعش نحطهم في مكان واحد كمبنى لوكيشن. انا عملت كده قبل كده. اوكي. لكن نعملهم كلهم بزنس واحد، وده بتاع ده بتاع ده. يعني انا لو المبيعات قلت، انا والدتي بتكلمني انا ليه المبيعات قليله عندي. فالاكونتابيلتي باينه. يعني لكن لما كله على كله ما بتبقاش مظبوط، ما بتتحركش، بتقف. حلو جدا. حلو جدا جدا جدا. انا فهمت من اطلاعي يعني على شركه شريمب ان انتوا بتشتغلوا في بره، حاجات بقى في خليج وكلام زي كده. والنوع الستيك هولدرز الخلايجه غير نوع الستيك هولدرز المصريين في حاجات مختلفه. فايه اميز صفات في الستيك هولدرز في الامارات والسعوديه والخليج عامه اللي بتخليك وانت رايح تاخد الابيل بتاع احنا عايزين نشتغل معاك؟ بص هنتكلم دلوقتي ان السوق ناحيه الخليج ومصر في الاندستري بتاعتنا، المصريين راحوا فتحوا في السعوديه والسعوديين فتحوا في مصر. ده بجد على فكره. يعني بقى اي حد سعودي عنده ايجنسي فتح الباك اوفيس بتاعه هنا، واحنا بذكائنا المعهود رحنا فتحنا هناك. ماشي تمام. طب ده عمل ايه؟ ده عمل مشكله كبيره جدا. بقى السعودي يقدر يخدم ابن بلده بسعر اقل من اللي قبليه، والمصري ستيل على نفس الليفل. فعلى سبيل المثال لو السعودي كان بياخد من السعودي 10,000 ريال، فبقى يقدر يقدم له السيرفيس ب 7,000 ريال، والمصري ستيل بيقدمها ب10 وب7 وب8 وب9 على حسب. اوكي. فدي اول حاجه. فدي اول صعبت الدنيا على الناس، الا فيما يتعلق في اندستريز ثانيه مميزه ومش كتيره هناك. اوكي. فبالتالي هو يقدر يعمل ده. يعني على سبيل المثال مثلا ناس بتشتغل في دراسات الجدوى، ده اصلا اندستري اللي فيها معدودين مش كتير. يعني احنا النهارده في كوكب يحتوي على اكتر من 8 مليون ماركتنج ايجنسي. ده رقم حقيقي يعني ولا رقم افريج؟ لا افريج. اوكي. واكتر.
فانت بتتكلم ان لو احنا 8 مليار في 8 مليون، يعني انت تقريبا عندك ايجنسي لكل 1000 بني ادم عايش على الكوكب ده. اوكي. ده بجد. مم. فده كتير. طيب تعالى المجال زي دراسات الجدوى، مجال زي التريننج، في حاجات يعني مش بنتكلم بقى على الاتش ار وبنتكلم على الحاجات اللي كل الناس بتطلع فيها، لا هو احنا بنتكلم في مجالات بجد صعبه هتلاقيهم قليلين. طيب نرجع تاني للستيك هولدر الخليجي بشكل عام. الستيك هولدر الخليجي بقى النهارده عندك مشكله البرايسنج. اوكي. مشكله البرايسنج بقى هو بيدور ليه انتوا كلكم زي بعض بالنسبه له. تمام. تاني حاجه اللوكاليزيشن، انا هروح لابن بلدي ولا هروح لحد اجنبي؟ برضه بقت بتفرق جدا. تمام، سبيشالي لو انتوا الاثنين اتساويتوا في البرايسنج. تمام. فهم ليهم حاجات وايدجز لذيذه جدا. اول حاجه شغلهم اسهل، فتقدر تطلع انتاجيه اكتر. اسهل ككومبلكسيتي يعني. ماشي. مفيش تعقيدات كتير. اوكي. يعني هنا في مصر لا، في كومبلكس كتير قوي. اوكي. شغلهم اسهل، بتقدر تطلع انتاجيه اكبر. اوكي، بكواليتي حلوه قوي قوي، بيبقى طاير بيها. لكن في نفس الوقت دايما على بال ما بتاخد الديل، لا انت بتقعد حبه حلوين. تاخد وقت طويل. انت اوكي. بتطول جدا جدا، في حين ان انت لو استغليت على سبيل المثال الكلاينت ده هيدفع لك في كوارتر $10,000، بس انت بتاخد كوارتر كامل رايح جاي معاه، بتريح له اعصابه وبتهديه وبتقول له لا ده انا كويس، وبتقول له لا ده انا مش عارف ايه وما تقلقش مني ويلا تعالى زور الفرع بتاعي وكل الكلام ده كله. فانا كده معايا 6 شهور باجمالي $10,000. طب انا لو اشتغلت على المصريين، ولو انا كل الناس راح تشتغل الخليج، مين هيشتغل الناس اللي هنا؟ اوكي. ما الناس اللي هنا عايزه حد شاطر برضه يشتغل لهم. ما انا هجيبهم. اوكي. ممكن حاجه مهمه قوي انت بتتكلم فيها، فكره احنا عندنا مصطلح بنسميه كاك، الكوست اوف اكوزيشن. يمكن معانا كذا حد هنا في الروم سيلز، في معيار من المعايير اللي هو الكوست اوف اكوزيشن. انا بدفع كام عشان احصل على عميل؟ يعني على سبيل المثال مثلا ايمي قررت ان هي تتعاقد مع ريم ان هي تيجي تشتري من عندها تشطيبات. فعبال ما ريم تبقى كلاينت، في فلوس بتتصرف طبعا. عزايم، ايفنت، بروشورز، تاكسي رايح وتاكسي راجع وشويه كلام لذيذ قوي. لما الناس تيجي تعمل الفاينانشال بلان بتاعه شغلها، كتير من الناس بتفوت الحته دي، الكوست اوف سيلز. تمام، او اللي بيسموها كوست اوف سيلز. عندنا بنسميها الكوست اوف سيلز. بيفوت ده، فالكوست استيميت بتاعه بيخرم. ليه؟ لان انا عشان اكواير ريم لازم اصرف شويه حاجات. ده حقيقي. حاجه بقى على الشكل، حاجه على البراندنج، حاجه على شكل اللبس، حاجه على طول معينه، عزومه غدا مش عارف في مكان معين بالزبط. فين الكلام ده كله. فده هيسمع معانا في الاستيميتس بتاعتنا اللي بتتحط للسنه. صحيح. ولو انا ما خدتوش معايا في الاعتبار الفاينانشال بلان هتخرب، لان هتزعلنا كلنا. في البي تو بي بقى بالذات، بما ان معظم الناس هنا بتشتغل بي تو بي كبزنس تو بزنس، معظم الديلز بتتقفل اون بزنس ديفلوب بطريقه بزنس ديفلوبمنت، اتفاقات وميتنجز اكتر ما منها انا بعت بوست على السوشيال ميديا على البي تو سي. فيمكن بس الحته دي على السيره، بما ان اوريدي الناس هنا في كتير منهم بيشتغلوا في حدوته السيلز، حبيت انوه عليها وانت اتكلمت عليها كويس. الكوست اوف اكوزيشن فلوس ووقت كمان. ده حقيقي. وقت الكلوجر بتاع الديت والكلام ده، بتاع في حين ان في ناس هنا مستنياك، في ناس عايزاك يعني وتقدر تدفع لك الفلوس دي. يعني انا ايفن حتى كايجنسيز، انا دايما بتكلم ان مفيش كومبيتيتورز، كلنا بنسترزق. لما بقعد مع الناس ويقولوا لي ما تطلع ومش عارف ايه يا باشا، لما كلكم نطلع نقعد في بره، مين هيشتغل للناس الكويسه اللي جوه؟ بس وده سمح لي اخد شريحه مش وحشه خالص، لاكجيريوس براند وحاجات. ايه ده، احنا عايزين ايجنسي كويسه بس ما بقاش فيه، انا موجود اهو، يلا. ماشي. هستأذنك ناخد كام سؤال من الشباب من الجمهور في الحدوته اللي احنا بنتكلم عليها، حدوته المشروع الكرييتيف. في كذا حد من الناس الموجودين هنا اوريدي في الاندستري، وكمان في ناس اوريدي بتعمل سايد هاسلز، يعني جنب الشغلانه بتاعتي بعمل حاجه والتانيه والتالته والرابعه عشان حته الدايفرسيفيكيشن. ف حد حابب يسال اي حاجه في الموضوع ده، معانا روم معقوله يعني، او في اي حاجه.
تستغلوا ان الراجل هنا. اتفضل. أنا كنت محتاج أسأل عن الشغل مع الخليج عموما، بما إني اشتغلت في الخليج يعني كام سنة كده كويسين. حابب أسأل حضرتك عن حاجة. دلوقتي أنا الأول مثلا من 3-4 سنين كنت مثلا بتعامل مع تاجر، هو في الأول وفي الآخر تاجر وعنده متجر وعنده كل حاجة. ده كلاينت يعني صح؟ الكلاينت. اوكي. فأنا مثلا هو بالنسبة له الصورة النمطية إن أنا واحد بشتغل له بعمل له شغل حلو، بس هو مش عارف أنا بعمل إيه. تمام. دلوقتي ولادهم بقوا هم المسكين المتاجر دي، ولادهم بقوا متعلمين وشاطرين جدا. فجت فكره بقى ان انت واحد بتستغلني وبتحاول تنصب عليا بشكل الطرق، يعني كمصري عموما ده دماغهم دلوقتي. ازاي اقدر اغير الصوره النمطيه دي عن عموما الشخص اللي انا بشتغل معاه او الشخص اللي اقدر اوصل له الشغل ده بطريقه ما يعني. سؤال حلو. تمام. حصلت قبل كده معانا، كان في ابلكيشن في الامارات بتاع دليفري. اوكي. وكان بيتعامل بالطريقه دي، اللي هو انتوا سعركم غالي جدا، اوكي، وانتوا بتستغلونا، فاحنا عايزين نوقف شغل. مش هقدر احكم عليك واقول لك جرب ده، لان انت ممكن ما تقدرش تتحمل الحل ده. لكن الحل بتاعنا ان هو وات اف هنقعد معاكم، احنا هنسيبكم حاضر، بس الشهر ده مش هنسيبكم، هندي لك نفس اللي انت عايزه، اوكي، بس من غير فلوس. مش فارق لنا، استغنى عن حاجه عشان اخد حاجه. مش فارق لي، لحد ما تلاقي حد يجي مكاني. احنا بقالنا سنه شغالين مع بعض، مش هينفع اسيبك فجاه. بسبب الحركه دي هو جدد سنه كمان. انا وريته ان انا مش فارق لي الفلوس، مش فارق لي الماده. فهو دي كانت اللي عامله كونفليكت بيني وبينه، انت تستغلني. انا ما اجي اقول لك انا على فكره مش فارق، يعني براحتك، بس انا مش هسيبك. يعني دور على حد وهات عروض اسعار وتعالى نقعد مع بعض بقى، عشان ادي الناس ايه، عامل هاند اوفر شيك وكل واحد يعرف يشتغل. مثلا ممكن ان انا والعميل وصلنا لمرحله اللي هي الكومبلين، اللي هو اعلى حاجه بقى، وانا وهو شدينا مع بعض. فهل في طريقه اقدر اخرج من الموضوع ده بشكل شيك، اللي هو يخليني برضه اقدر اللي هو اتعامل في الخليج، ما يبقاش مثلا العميل ده يروح يقول لحد جنبه لا مش معفو. التنازل عن ما تستحق يرجع لك ده. يعني لو حصل في يوم من الايام عندي نفس المشكله دي، طيب انا ليا عندك اكس انا مش عايزه، ولو انت الكوارتر ده مش مظبوط وده حصل بعد قبل كده، ادي فلوسه، اوكي، ودور على حد تاني مكاني، خلاص، وانا معاك. ده بيكفيني شر المشاكل اللي حصلت. خلاص. ما بيعرفش يتكلم اصلا، انت الراجل اديته فلوسه ورجعت له كل حاجته واشتغلت له لحد ما يلاقي حد مكانك، هيطلع يقول عنك ايه؟ ما اتفقناش بس الراجل محترم. ده اللي كبير اللي هيتقال، ما اتفقناش بس الراجل ده محترم. فهيجيب لك ناس ثانيه، ان ساعات في كلاينتس بتدور على محترمين، بس انا عايز حد محترم اتعامل معاه، انا مش عارف اتعامل مع حد. فعايز اطمن وانا بدي الراجل ده فلوسي ان انا يوم ما انا هو ما نتفقش فلوسي في الامان. فدي هتكفيك شر حاجات كتير ممكن تحصل. بس نعيم، انا سمعت منك انك كنت بتقول ان العميل بتاع الخليج ولا بتاع الامارات كان بيقول ان سعرك غالي، صح؟ انا سمعت الجمله دي صح؟ فانت سعرك غالي على العميل بتاع الخليج. انا كده سامع صح؟ احكي لي اكتر عن نفسك كده. لان في ناس كتيره يعني هو بيقارنوا فريلانسر. انا عارف، انا عايز اسمع الفيرجن بتاعت الشركه نفسها ايه. يعني هي الله يبارك لها، ده حقيقي. احنا عندنا في النهايه كل حاجه عليا وعليك واحده. انا عندي ناس بيقبضوا، مش بقول له برافو ما بيقبضش ويقول لي كتر خيرك، لا هو مستني مرتبه. اوكي. وعندي اوفر هيدز عليا، وعندي تكاليف مستمره. ان انت تطلع الحاجه هاي كواليتي دي مش حاجه سهله. اوكي. يعني هي انا مشكلتي بس ان الانتاج بتاعي ما بيتحطش في كيسه سمراء، ما بيتحطش في شويله، ما بيتحطش ويتشون، فانت ما بتبقاش حاسس انا عملت ايه يعني. يعني ايه يعني ديزاين؟ يعني لا، ما الديزاين ده مكلف ستيشن ب 140,000 جنيه بتعمل لها صيانه شهريا بكذا، مكلف ديزاينر شاطر بياخد منك اكس اماونت، مكلف كهرباء ميه قهوه كل شويه، رايحين جايين عمالين نشرب شاي زي الصناعيه. ففي وده مش بيضيع منك عملاء؟
بس بيجيب العملاء اللي انت عايزهم. ما هو في الاول اتكلمنا قلنا ايه؟ مم. مش احنا عايزين عميل نقعد انا وهو بال6 سنين وال4 سنين؟ مم. انا بالنسبه لي ما بقتش عايز عميل يجي 3 شهور وافهم الاندستري بتاعته ويمشي. اوكي، فكانه انا مش كل البروجكتس نفع. تنفع طبعا. اخش فيها لا أصلاً. بنفالويت طبعا. اوكي بنفالويت البروجكت. انا اخش ممكن يكون بروجكت على فكره اعلى مني، اوكي. وفي بروجكتس جات لي اديتها الايجنسيز ثانيه انا عارف ان هم شطار في الحته دي، مم. واعتذرت عنها واديتهم اسم الراجل قلت له كذا كذا كذا، كلمه قول له انك من طرفي. حلو. حلو. بس اوكي، مين عنده اسئله تانية في اي ترابيزه من الترابيزات الحلوه اللي معانا؟ انا متهيألي انت اصلا في ستراكشر بزنس عندك الماركتنج شغال عليه. الجزء الثاني خالص اللي هو الفود سيرفيس والكيترنج والسيرفيس خالص كده، وده يعني يعتبر ديفرنت سكوب خالص. مظبوط. بس ازاي بقى يعني ازاي بتدور على الفكره اللي توصل ان انا اعرف اشتغل واستراجل واعيش واكمل في بروجكت تاني خالص بعيد عن الاريا اوف انترست، بحيث ان هو جنريت فلوس ويبقى ستاند الون ويعرف يبقى سفيشنت فند. كل الكلام ده بالنسبه لي يعني عايز افهم ازاي توصل للالترناتيف سوليوشن. طيب هقول لحضرتك على حاجه. يمكن انا بتوفيق من ربنا اول ما بدات مجالي المهني انا كنت اصلا اف ام بي كوست كنترولر، يعني ما كنتش ماركتنج. فاشتغلت اف ام بي كوست كنترولر سنتين في مطار، فتعلمت الشغلانه دي على ايد الهنود والالمان والروس اللي موجودين هناك. تمام. والمشروع ده اصلا تو بي اونست انا دايما بقول لاي حد، بقول له انت لو فتحت مشروع عشان ما تكسبش منه بينجح. ده ليه؟ لان انت مش بتبقى ستريسد، مش بتبقى مستني الانكم بتاعه والقرض وقسطه وهعمل ايه. فانا كنت فاتحه عشان والدتي كانت يوميا بتتضايق مني اني برجع متاخر وهي قاعده في البيت لوحدها. فهي كانت بتعمل مكدوس. قلت لها طب بقول لك ايه يا ماما، ما تيجي نبيعه. قالت لي مين هيشتري؟ ما حدش يعرفه. قلت لها انا بتاع بطيخ، ما انا هعرفه بقى للناس. تمام. هاي انترست هاي انفلونس واضحه قوي. يعني انا هعرفه للناس. وفعلا بدانا وبدات بالناس اللي حواليا. ايه رايك تجرب 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 تجرب. واستغليت ما انكرش خالص علاقتي في الماركتينج، واستغليت علاقتي بالانفلونسرز، واستغليت استغلال صحي اللي هو يعني جرب، عجبك اكتب حاجه عنه. بعته لناس عاديين جدا عشان يبقى الموضوع. والنهارده الحمد لله اشتغل. طيب بدا ياخد مني بقى لما نيجي بقى نتكلم للجد. لما بدا يكبر طبعا بدا ياخد مني حيز، وبدا ياخد مني وقت، وبدا ياخد مني مجهود، بحيث ان احنا تقريبا اولموست حوالي بنكمل واتوقع زي حضراتكم بال12 ولا 14 ساعه شغل. يعني انا مش البريمو ولا صلاح الشغل، يعني اكيد كلنا بنعمل ده وكلنا بنشتغل حتى لو شغال فريلانسر في بيتك. يعني مش 16 يعني؟ ساعات بنوصل ل 16 بس ما رضيتش افور يعني. انا بخليها 14 حلوين. هاشتاج مقصوده فاهم؟ بالظبط. يعني عندنا هنا حد نايم فتقريبا هي مطبقه هي مطبقه في الشغل. ف ده اللي بيحصل. يعني انا خبرتي في الشغل ساعدتني ساعدتني جدا. يعني عامل كوست شيت، انا فاهم انا بعمل ايه وبروح فين وبجيب منين. وكمشتريات انا راجل بدقق وبحب اجيب كذا سعر والكلام ده كله. النيتشر اوف بزنس نفسها يعني انا كان من زمان تقريبا فيها بزنس مان يعني، بس يعني واشتغلت عليها بقى. بس قولوا لي رايكم ايه في الاكل؟ ده سؤال مهم واونست اوبينيون. تمام. كنت لسه بقول لكم على حاجه، كنت لسه بتكلم مع الشباب هنا. الحته بتاعه السبونسر شيب، هو ده مكدوس سبونسر للغدا ده. تمام. فدي حاجه اول مره نجربها وهنا مش بنغني عليكم يعني. تمام. اللي هو ايه لايك. فمحتاجين اونست اوبينيون عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه عشان نعرف التجربه نفسها بتاعه السبونسر شيب في موضوع الاكل ده مجديه ولا لا اصلا. والحاجه الثانيه عشان الفيدباك از جيفت، فندي فيدباك لمكدوس يساعدنا. الحلو يعرف ان هو حلو والعب عليه، اللي محتاج يتحسن محتاج يتحسن فاشتغل عليه بشكل معين. فمين عايز يقول فيدباكس كده؟ ناخد 3 4 يلا بينا. ميرسي. ماشي حلو. السلطات كام من 10؟ 10 بيرفكت. حلو جدا. ماشي. مين تاني؟ عجبني الشاورما وعجبني عشان دول اول مره اجربهم يعني حاجات تانية بقى. هو مسخن مش شاورما. ماشي. يعني
هاي ساندوتش الفراخ ده. ايوه احمد على اسم جده. ايوه أيوة. والحمص كان جميل جدا. الحمص كان حلو. وانا الحمص بالنسبه لي انا بجيبه في البيت، فهو الحاجه اللي بتفرق معايا. ماشي. ايه وات نيدز تو امبروف؟ ايه اللي ما عجبكوش؟ بامانه عادي جدا يعني، احنا عادي يا جماعه والله في بيتها يعني عادي آه. جدا، مفيش اي مشكله. ايه ايه اللي ما عجبكش؟ ما تقوليش احنا فاهم. ايه الحاجه اللي لا مش كانتش زي متوقع؟ رادو. هو في حاجه مكتوبه تقولها عايزانا اقولها لا قولي. بحب قولي ما احب انا عارفين مكان احب انا هو الزيت بتقول الزيت زياده. انا عارفه هو الاكل السوري بيبقى فيه شويه زيت زياده، هي بالنسبه مش عارفه فالاكل مزين. ده زيت زياده مش زي ماشي. الزيت زياده مش مزين. بصي هو الحاجه بتطلع عندي اصلا فروزن. انا مش بكوك الحاجه عندي. ما مش بتضخوا، ده حقيقي. اوكي. ف دي كانت اول مره اوفيشالي كيترينج تحصل، فللاسف جت فيكم. فانا عارف السبب ايه. تجربه جديده لينا وليهم، وهم ما بيطبخوش فعلا يعني، ما بيعملوش الفينش. بالعاده الناس بتسوي في بيوتها يعني في العادي مثلا باشمهندس احمد لما بيطلب بيحط حاجه في الاير فراير بتطلع ناشفه. اوكي. فبرضه يعني من باب الاحقاق الطبخه، واكيد في الكميه كمان اكيد مش هتظبط في اول مره. بس ماشي، بس هو ده حاجه، ما هو ده فيدباك كويس اشتغلوا عليه. ده يعني ماشي. انا عارف السبب اللي حصل ايه خلى الحاجه فيها زيت. بس ماشي. ايه كمان؟ ايه تاني في حد تاني عنده اي حاجه كده او كده يقول لنا برضو، عشان اهو اشتغلوا عليها. اي حاجه ساعه بيبس. عايزين نتكلم على فض شركات. دي بوينت، صح، بوينت اتناقشنا فيها. معانا 6 دقائق كده ركزوا فيها. الموضوع ده كان مهم، وانا الصراحه حابين نتكلم فيه. ركزوا معايا طول الوقت. الكونفرزيشنز اللي شبه اللي احنا فيها دي، حاجه اللي هي شبه البودكاست، او حد بيحصل له انترفيو اونلاين او بتاع، الناس بتتكلم على قصص نجاح وتاسيس الشركات وكيف بدا الخلق، وكنا قاعدين في البدروم وطلعنا شركه ابل. عارفين ما حدش خالص بيتكلم على خيبته بامانه. تمام. فمش قصدي كده يعني بس ما حدش بيتكلم على فض الشركه. الناس كلها بتتكلم على تاسيس الشركه، ما حدش بيتكلم على الفض. تمام. وقد ما الفض ده بيبقى تجربه بينفول، فالناس بتتجنب ان هي تتكلم فيها اونلاين وقدام الناس. فكنا واخدين كونفرزيشن على فكره تجربه معينه كان فيها فض شركه، كان محمد نعيم جوه السيناريو ده. فحابب تشير معانا الاكسبيرينس دي واثنين 3 كي تيك اويز كده نتعلم منهم فعلا. ممكن نشاركها جدا. انا كانت تجربه مش غلطه في حاجه خالص، ما اعتقدش ان هي احب ان انا امر بيها تاني. اسبابها الرئيسيه 1 عدم المكاتبه. يعني مثلا حد كان داخل بفلوس، طيب بفلوس وتقعد ولا بفلوس وهتشرف؟ لا انا داخل بفلوس. طب تمام احنا اصحاب، واحنا كنا قاعدين في كافيه لانها كانت شركه مقاولات برضه، فكان قاعدين في كافيه براس مال حلو واتفقنا وهنبقى مليونير و3 مهندسين وواحد بتاع مشتريات وواحد بتاع ماركتينج والدنيا تمام يعني. لما جينا بقى للحقيقه، لا هو اللي كان مسؤول عن السيلز كان بيجي، يعني الراجل الصبح تخش المكتب موجود، بس فين السيلز؟ ما انا بعمل اللي عليا، ما بجيبش. طبعا هتحكموا على ارض ربنا. اللي حط الفلوس بيتعامل معانا معامله طال عمرك، يا عمي الله يبارك لك انزل شوف مالك. تمام. لا ابعتوا لي انا اوقع لكم على الورق وخلاص، لان كل حاجه بتتصرف بايدي. طبعا ده لما جينا نفض عمل مشاكل كتير. اول ما خدنا بروجكت الطمع دخل. اوكي. فعشان ما كانتش الحاجه مكتوبه، كل حد ليه ايه عليه ايه من البدايه. 1 عزبه اكزاكتلي ما كانش في حاجه مكتوبه. اوكي. 2 الطمع دخل بين الناس، بين الشركاء. طب وانا ليه اخد 1000 لما انا ممكن اخد ال5؟ تمام. 3 استغلال ريسورسز الشركه لمنافع شخصيه، فاصبح هنا في خيانه امانه، ودي اللي كانت القشه التي قسمت ظهر البعير. خلاص كده ما كانش ينفع. كان في ناس بتستفيد وبداوا يفتحوا شركات تانية من الباطن بدون علم باقي الشركاء، وياخدوا الناس دول ينفذوا بيها مشاريع تانية، والناس دي بتقبض منك انت. فانت كده بتستغفلني. اوكي. وكانت يعني وصلنا فيها المحاكم وقضايا
بس محاكم وقضايا وانتم ما كنتوش كاتبين عقود؟ لا كان في عقود وسجلات تجاريه، بس كل واحد بقى لما جينا نفضها انا عايز فلوسي. اوكي. طب انت ما حطيتش فلوس. ايوه انا حطيت وقت. بدانا بقى دخلنا في جدال ما خلصتش بهدوء، كل واحد قال لك انا صاحب حق. وانا عشان اخلص ماشي انت ليك كام اهو، انت ليك كام انا اهو، وانا كانت غلطتي من البدايه واتحمل نتيجه تصرفاتي، وانا اللي شلت الموضوع كله خالص من البدايه. اوكي. فلو كور بنفيت حاجه اساسيه فكره ان احنا نكتب لينا ايه وعلينا ايه التشارتر في البدايه. بس سبحان الله 100% من الناس اللي هتيجي تقعد على الترابيزه هتيجي تقول لك ايه التشارتر، تقول لك ان في الاول كاتبين ماضيين عارفين، والا يلا بينا كلنا نتفسح ننزل الجنينه، واللي صوته اعلى اللي عنده دراع اكتر اللي عنده امكانيات اكتر هو اللي هيغلب بالصوت. ده حقيقي. وسام واي سام هاو الموضوع ده بينفع اللي صوته اعلى اكتر واللي مش عارف ايه بيعرف ياخد حقه اسرع. ممكن اجرب كده؟ لا انت لا مش لا ماشي. طيب خير. انا شاكر لسعادتك جدا. انا اللي شاكر لحضرتك اختياري والله على وقتك وانك شاركت معانا شويه الانفورميشن والكيسز والستوريز اللي فيها انسايتس حلوه جدا. اتمنى ان شاء الله الناس كلها تبقى استفادت منها. حابين نشكر حضرتك عن طريق نديك هذه الجيفت اللذيذه. هوبا بسم الله. الجيفت راحت وصاحب الجيفت راح والدنيا راحت الحمد لله رب العالمين. تمام. بس النهارده يوم الحوادث العالمي. فاكرين كان في هنا حادثه جامده قوي، كان في بس كان في حادثه، يعني كان في حادثه ماشيه مع السياق بالظبط، اللي هو بتاعها وقعت في نفس الثانيه بتاعت هي كانت مناسبه الصراحه. فنحب نشكر سعادتك يا فندم. ميرسي جدا ليك. طبعا انا لو قلت لوالدتي ان دي مش هديه الفالنتين مش هتصدق. بقى الجيفت بتاعت حضرتك. ميرسي جدا جدا ثانك يو سو ماتش. هتتبسط منها جدا عشان دي بيرسوناليزد كاستمايزد جيفت برضه من السبونسر بتاعنا اخونا وود زمان. اوكي تمام. فدي كده نيم بليت لذيذه جدا جدا جدا. طبعا ثانك يو سو ماتش. ثانك يو سو ماتش. ميرسي. العفو. شكرا روجي ميرسي جدا على هذه الجيفت الجميله. شاكرين لوقتك ومشاركتك معانا، ونتمنى يعني ايه الكلام ده يبقى مفيد للشباب.